عايزين شعركم يطول بسرعه جدا قبل العيد. بكلمكم بجد، الفتره اللي قبل العيد تقدري تطولي شعرك كويس قوي، وحتى لو ما قدرتيش تطولي شعرك فيها تقدري ان انت تخلي شعرك صحي اكتر. فالنهارده انا جايه اكلمكم عن 2 فيتامينات انا جربتهم، وبصراحه فرقوا جدا جدا في طول وكثافه شعري، وسعرهم لا يتخطى ال 20 جنيه للشريط الواحد. فانت ممكن تجيبي الموضوع ده، يعني تجيبي بالشرايط ما تجيبيهوش بالعلب، عشان لو الميزانيه معاكي مش احسن حاجه. يلا بينا نشوف ايه هم الفيتامينات دي. وانا في ثانوي يا بنات حصل لي مشكله كبيره قوي في شعري، ان انا كنت دايما بنزل امتحانات وبنزل دروس، ما كنتش بهتم ان انا اسرح شعري كل يوم. الموضوع دوت اثر جدا جدا على شعري، وخلى شعري يعني يتشابك جدا مع بعضه، واضطريت ان انا اقص منه قطع كتير، او بسبب كده كمان ان هو اتقصف. عندي موضوع تقصف زاد جدا جدا عن حده، وخلى شعري يقصر، يعني من كتر ما هو شعري اتقصف، والشعريه طبعا انقسمت نصين، فده خلى شعري ان هو يتقصف بشكل كبير قوي وبقى ضعيف جدا. اللي انقذني في الوقت دوت نوعين فيتامينات، واحد اسمه رويال في جي. رويال في جي هو مش لوحده طول شعري، مش لوحده ظبط صحه شعري، لا كان معاه فيتامين تاني، ده اللي هكلمكم عنه النهارده، وهو البيوتين فورت. البيوتين فورت ده شكل الشريط بتاعه، ده اسمه من ورا، عشان لو انتوا عايزين تاخدوا سكرين شوت ولا حاجه. تمام. البيوتين فورت كنت باخده مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الغداء او مره العشاء، مره بعد الغداء او مره بعد الفطار، زي ما انت حابه، بس لازم يكون بعدها اكل، قبلها اكل كويس. طيب انا استمرت عليه قد ايه؟ استمرت عليه اكتر من 6 شهور متواصلين. كان ساعتها رخيص بقى، كنت في ثانوي، كان ساعتها الموضوع رخيص اكتر من كده. الشيبس مش فاكره كانت العلبه حوالي عامله 36 جنيه او 30 جنيه حاجه زي كده. المهم ان استمريت عليه يا جماعه الفتره دي، صدقوني شعري فرق 180 درجه، 180 درجه بجد. فحبيته قوي وبدأت مستمرة عليه كتير قوي لحد فتره الحمل، قطعته فتره الرضاعه طبعا، حمل ورضاعه قطعته خالص، ورجعت تاني بقى استخدمه بعد الفطام. بس هو ممتاز. انا عايزه اقول لكم حاجه كمان، انا السنه اللي فاتت يعني شهر 10 تقريبا قصيت شعري لحد هنا كده، يعني شعري مثلا كان واصل لي لحد هنا، انا قصيته كل ده لحد هنا، قصيت منه الجزء ده كله. اتفقنا؟ كنت عايزه اقصه بصراحه، وعايزه اجرب بقى تسريحه جديده، فانتظمت عليه تاني ورجعت له تاني من غير رويال في جي. بصراحه لوحده ما كانش معاه اي حاجه غير الزنك، تمام، اسمه اوكتو زنك. طول لي شعري تاني رجع لحد هنا ما شاء الله. يعني ما خدش، ممكن اخد مثلا حوالي 5 شهور او 6 شهور، ورجع تاني شعري طول نفس الطول بتاعه، ولسه ان شاء الله مستمريه في ان انا اطوله اكتر من كده بالفيتامين الاقوى منه اللي انا هوريه لكم دلوقتي. الفيتامين اللي انا هوريه لكم دلوقتي انا ما استخدمتوش بس دلوقتي، عشان كده بعمل عنه فيديو. انا بعمل عنه فيديو لان انا استخدمته قبل كده زمان، عليه اشاعات كتير قوي ان هو بيزود شعر في الجسم، وان هو كويس، بس مشكلته انه بيزود شعر في الجسم. بس انا عايزه اقول لكم ان انا لما استخدمته وانا لسه قبل ما اتجوز ما زودليش شعر في جسمي اطلاقا، ولا عمل معايا اي حاجه. هي ممكن تكون هرمونات مش اكتر. فايه هو؟ اسمه بانتوجار. انا عايزه اوريكم برده شكل الشريط اهو، اسمه بانتوجار. اشتريت منه ب 18 جنيه. تمام. ممتاز جدا جدا جدا. نسبة البيوتين فيه اعلى، في نسبة زنك، وفي يعني مواد تانية هبقى اكتبها لكم على الشاشة، مواد فعالة تانية. ممتاز جدا لطول الشعر، بطول الشعر كويس قوي قوي، وانا متأكدة من الكلام ده. انا ما جربتوش، دي مش اول مرة، دي تاني مرة اجربه في حياتي كلها، فهو اقوى من بيوتين فورت الحقيقة. فعشان كده انا جبته، وهبدأ استمر عليه ان شاء الله لحد يوم، يعني لحد عيد ميلادي ان شاء الله. عيد ميلادي في شهر 10 واحنا هنا في شهر 4، فان شاء الله يقعد في 6 شهور تقريبا. فهنجربه وهطلع لكم ان شاء الله باذن الله، واقول لكم شعري طول لحد فين وفرق في شعري ازاي. بس فهم دول اكتر نوعين فيتامينات انا بحبهم جدا، مستمرين عليهم الفتره دي في تطويل الشعر، بيوتين فورت وبانتوجار. بس ده انا قطعاه طبعا، وهاخد ده اكتر عشان ده مع فيتامينات تانية، لوكش فيتامينات تانية كده هبقى اكلمكم عنها في فيديو تاني. بس يا حلوين ده فيديو النهارده، رب الفيديو يكون عجبكم ويكون مثمر ونفعكم ان شاء الله. لايك للفيديو وشير بقى للقناه والفيديو كمان، وسبسكرايب او اشتراك في القناه لاول مره تشوفوا القناه بتاعتي. بس كده، مع السلامه. بس اقول لكم ان ده موجود في كل الدول العربيه، لان في ناس بتتابعني من السعوديه وسوريا و لبنان، تونس، الكلام ده ان شاء الله تلاقوه موجود، اسمه بانتوجار. وبس كده يا حلوين، مع السلامه.